السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الرجل، من فضلك ما تسمعش الفيديو ده مش ليك خالص، ده للمرأة. حبيبتي المرأة ست الكل، تعالي ما أقولك كلمتين في ودنك، عشان في كثيرات عارفين الموضوع ده وفي كثيرات في الغفلة. بعد ربنا سبحانه وتعالى أمانك الفلوس، أمانك يا ست الكل الفلوس. ولا تقولي ده زوج هديله هيبرني، هقف جنبه هيساعدني، وفي جنبه بره كله، بس خير الأمور الوسط. مش معاكي دهب يلا خد اشقط، معاكي ورث يلا خد. كثيرات كانوا يعني محدش نبههم، وصرفوا اللي حيلتهم كله، وادوله صندوق وساعدوه، وكثيرات مش واحدة ولا اتنين ولا خمسة ولا 10، وفي الآخر خدوا صابونة. فأنا بقى إيه، بنبهك لوجه الله، اديله وقفي جنبه بس بالعقل. سيبي لنفسك، كان ليكي ورث، كان ليكي دهب منه أو من أهلك داخلة بيه، بالراحة على نفسك، ما تبيعيش كله. ليه يا إيمي؟ لأن في حالة الطلاق يا ست الكل، هو أول واحد هيبيعك ومش هيديكي حقوق ولادك. اهلك هيلاقوكي محتاجه، هيخفوا عنك واحده واحده. ولادك مش هيفكروا اللي في طلباتهم، وانتي يا ماما اللي خربت لنا البيت، واحنا مالنا، ده اختيارك. هتدوري حواليكي مين اللي هيقف جنبي؟ قرشك اللي انتي محافظه على بعض منه. ليكي بقى معاش اب تاخديه، تشتغلي زياده على القرشين اللي حضرتك عاملاهم، فل وعشرة. هتخرجي منفضة، الدنيا هترزع وتمرمط وتديكي بالجزمة. سوري، صدقيني محدش هينورك ولا هيفهمك، وكله هيقولك خليكي أصيلة، اصرفي، سنديه، وماله، اهو لبيتك. طبل طبل طبل. ما هو محدش بيدفع من جيبه. المهم عندهم الاهل انك ما تاخديش لقب مطلقه، يعني حتى اهلك لو قالوا لك اصرفي وسنتي وخليكي جدعه واصيله، اعرف ان اهلك عدوينك. اوعي تسمعي، والله العظيم بنصحك لوجه الله، اسمعي مني، اسمعي. انا لو طول انط فوق الكاميرا واقول لك اسمعي مني عشان مش ايام سودا، هقول لك. طبعا في كثيرات بيحافظوا على فلوسهم واعيين، وفي كثيرات زي ما قلت كذا. طب انت هتقولي لي يا ايمي، ما هو في القايمه بقى وفي العفش برضه هيساند في حاله الطلاق. اقول لك لا يا حبيبتي، دي الورقه اللي بيضحكوا عليها للزوجات. الورقه، اقول لك القايمه دي بيدخلوا الست يا عيني عشان يشيلوها المسؤوليه والهم، وبيضحكوا عليها بالورقه دي، لان هي في الدين حرام ان احنا نكتب على الزوج قايمه. حرام. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، حرام. حرام يا ست الكل. ده مش ديننا الاسلامي. ديننا الاسلامي يقول مهر وهو يجهز. هل احنا الدولة الإسلامية اللي بنتكلم بقى على المصاحيك اللي على الحجاب؟ أنا ماليش دعوة بالعري ولا اللي بيهزوا ولا المنحرفين ولا بينشروا الفجور. أنا بتكلم يا دولة إسلامية اللي بتتكلموا في المصاحيك اللي بتحطها المحجبات. ده مش على فكرة مش من الكبائر، المصاحيك على الحجاب مش من الكبائر، مش من الكبائر، لكن هو ذنب، بس ذنب مش كبير. يعني ممكن ربنا سبحانه وتعالى لما يلاقي لا في زنا ولا في نفاق ولا في كذب ولا يغفر الذنب البسيط ده. زي السجاير، هل السجاير من الكبائر؟ هي زيها زي المصاحيق للمرأة. السجاير للراجل حرام وللست حرام، هي زيها زي المصاحيق اللي بتحطها المرأة على الحجاب. لازم كلنا نلبس الحجاب. خلاص، نرجع تاني للقايمة. القايمة دي بيضحكوا عليكي بيها المحامين هيسرقوا المؤخر طبعا، قواضي بقى ورسوم محكمة هيقول لك اديني من المؤخر لما تاخديه، فبياخدوا بقى كل مصاريف الايه، القواضي. ولا قايمه يروح قلبي التاجر بيجي ياخد لك عفشك الكتير قوي ده كله الاجهزه الكهرباء، بقول لك خارج بيت انا هاخده كله ب20,000 ولو تقبلي. طبعا انت مش هتقبلي، هترمي عفشك اللي ب400 500 الف. فبتقولي ايه، هأجر له شقه؟ طب انا هأجر شقة بكام وهدفع له كام واجيب منين؟ طيب افكه واحطه في اوضه عند اهلي، هيبوظ وهيسوس. فبتضطري بقى تخسري. ادي كل الحكايه، الورقه اللي بيضحكوا عليها على الزوجات. واللي الشنبات المصريه، الرجاله الشنبات الحلوين بتوعنا بيحاربوها فيها. والله صدقوا.
وهي بقى بتشيل العيال وكله كله كله. هي دي حياة المرأة المصرية في مجتمعنا المصري، ولكم مني جزيل الشكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.